ايش رايك في عماد في صفقه الاتحاد اللاعب؟ خلينا نجيب المعلومات كامله. محمد دومبيا محمدو دومبيا، 21 سنه، يلعب في المحور. قفلوا خانه الاتحاد. احتياج. هذه الصفقة احتياج، عكس الصفقة الأولى فرنانديز اللي يلعب في الجناح. أنا ذكرت هنا أنه مش الاحتياج الرئيسي للاتحاد، هذه ما حد يقدر يقول لك مش احتياج، تحتاجه لأنه شاهدت له مقاطع كذا يلعب في الستة ويلعب في الثمانية، مكان فابينهو، مكان كانتي، نشيط في عمق الملعب، أمر جدا مميز، ساتر حلو لخط الدفاع اللي فيه مشاكل اصلا في الاتحاد، يقفل لك المساحات، امر مميز. اعتقد صفقه جيده نادي الاتحاد. طيب مين بديل عوار الحين لما يروح؟ ما هذا احتياج، احنا قلنا مش موجود، هو بيلعب حامد الغامدي اكيد، لكن مش هو اللاعب اللي تبني عليه اتحاد. هو عوار والنصر ساديو ماني فقط، حتى نكبر حتى النصر ساديو ماني هو التاثير الحقيقي في الاهلي والهلال، والدليل انه الهلال جاب بدلاء في هالمراكز لهؤلاء اللاعبين، والاهلي كذلك جاب بدلاء ما عدا مندي بديل عبد الرحمن الصقر. يمكن اكثر نادي راح يتاثر الاهلي طبعا والهلال صحيح. هم الاكثر تاثير. صحيح. النصر والاتحاد يكون اقل تاثير، اي لانه لاعب واحد. عوار هنا وساديو ماني هنا، لكن تعرف في الاهلي مندي كحارس كبير جدا، رياض محرز، جبهه، كيسه، قائد. هذا معناته ان الاهلي اذا يبغى ينافس لازم ما يضيع ولا نقطه قبل افريقيا، وهم معاه، وهذول موجودين معاه. اي هم معاه. نعم خاصه انه جاب بدلاء لهذول اللاعبين، حتى لو فقد نقطتين ثلاث بعيد رياض محرز وكيسيه ومندي، اعتقد يجب ان يحقق الفوز في المباراه القادمه. يعطيك العافيه، انتهى وقتنا. شكرا شكرا.